اللي ما اتقالش. يا ميدو، بص يا ميدو. النهارده اللي ما اتقالش النهارده ما اتقالش. انا يا جماعه ببساطه كده كان عندي شورت ليست لكل اصحاب ميدو اللي هييجوا يقولوا اللي ما اتقالش. فما بقاش اصحاب. اول الشورت ليست دي ما لقيتش يعني احسن من كابتن شريف اكرامي، راجل يعني جريء وبيقول اي حاجه وما بيخافش، وصاحب ميدو من زمان، وفي كوارث كتير ما اتقالتش هنقولها النهارده. بس يعني قبل ما نبدا كلام في الهزار ده، انا بالنسبه لي وانا بفكر وانا جاي في الطريق لسه كنت بقول لك واحنا قبل ما نصور انه انا اخدت بالي ان انتوا الاثنين نشأتوا في بيت كروي جدا، صح؟ ميدو باباك الله يرحمه يعني كان راجل مدرب، يعني بيحب الكوره قوي كمان يعني، وانا متاكد ان هو يعني حط فيك ده من وانت صغير. وكابتن اكرامي يعني سوبر ستار. فانتوا الاثنين نشأتوا في بيت كروي جدا، وبعدين لعبتوا كوره، وبعدين بقيتوا نجوم في كرة القدم، وبعدين النهاردة انتوا الاتنين محطوطين في نفس الموقف تاني. يعني كل بيت فيه لعيب كورة صغير بيطلع، وانت اتحطيت في الموقف العكس خالص النهاردة. فحاسس ان انا كده لازم نبدأ من الحتة دي. يعني اول حاجه طبعا انا بشكر شريف انه موجود معانا في اللي ما اتقالش، لان مش اي حد يعني عنده الشجاعه انه يجي اللي ما اتقالش، لان كل الناس عايزه تقول اللي اتقال، محدش عايز يقول اللي ما اتقالش، رغم ان الناس كلها نفسها تسمع اللي ما اتقالش. على فكره هو سر ان الحمد لله ان الناس متابعانا كويس جدا، ان الناس مبسوطه ان احنا بنقول حاجات هم ما سمعوهاش قبل كده، وبنتكلم بطبيعتنا زي كاننا قاعدين على القهوه. فبشكر شريف ان هو وافق ان هو يكون موجود النهارده. والله انا سعيد جدا ان انا موجود معاكم. انا شخص بحب البودكاست عامه. حلو جدا. عشان ما بحس ان هي ما فيهاش هيدلاينز مثلا. حلو. وانا عجباني جدا الفكره وببارك لكم عليها، وانا مبسوط ان انا موجود معاكم. وفي مقوله كده في الاعلام دايما بتتقال، يقول لك مش كل ما يعرف يقال. فانا بقى عاجبني في الاسم بتاع البودكاست، فهو اللي ما اتقالش، فده عكس خالص اللي احنا متعودين عليه. أيوة. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه او الناس لازم تعرف، انا وشريف اكرامي اصحاب، نعرف بعض ممكن واحنا عندنا مثلا 13 سنه قبل حتى الاهلي والزمالك والمنتخبات وكده. شريف واحمد الله يرحمه وانا احنا كنا على طول بنلعب كوره في نادي الزهور وفي مدينه نصر، يعني بحكم ان كابتن معاه كنا ساكنين هناك. لا كابتن اكرام يعني ربنا يديله الصحه، كانوا ساكنين في عباس العقاد، وانا برضو كنت من مدينه نصر من الحي السابع. فكان بالنسبه لنا المكان وانا كنت مدرسه المقاولين الرياضيه دي كانت جنب في سور في استاد القاهره، يعني جنب نادي الزهور. وانا صغير كنت بحب احمد اكرامي الله يرحمه حب غير طبيعي. الله يرحمه. وهو كان اكبر مننا ب3 سنين كده، وكان انا بالنسبه لي ان احمد اكرامي الشاب اللي بيلعب كوره وبيلعب كوره، انا شايفه ان هو يبقى كويس قوي، بس في نفس الوقت كان بدردح عن يا لا ده فرق كبير قوي. وكان كان زمان من شخصياتنا احنا الاثنين. لا احمد كان الحفيد الاول، وهو اكرامي شكلا وستايلا، كان هو يعني فاهم. فكان واخد كم من الجينز، هو تحس ان هو اكرامي الصغير، وكمان لما صدفت انه لاعب كوره وكان موهبه فذه، فتحس ان القالب ده فعلا كان كريديبل قوي عليه. بس انت خدتني الحته دي على طول، انا كنت ناوي اخليها قدام شويه. لا انا كنت عايز اقول لك ان كنت هكمل كلام ميدو، اللي هو انا كنت شخص مش اجتماعي وخالص. عارف انت دايما الطفل التاني ده بيتظلم، فاهم يعني اللي هو الحفيد الاول التاني. الصراحه انا الحفيد الاول، فمش عارف احس احساس الظلم. انا هاخد عليه بس التاني ولا الوسطاني؟ لا لان انا كنا الاثنين قبل لسه حبيبي ما كانش لسه جد، وانا كنت التاني. خلي بالك بقى اقول لك حاجه اللي ما اتقالتش. انا اصلا انا اول مره اقول الكلام ده، انا لما امي كان نفسها في بنت، لما عارف زمان ما كانوش بيعرفوا الولد والبنت الا يوم الولاده، فلما اتقالوا انه ولد عيطت.
يا نهار ابيض. ولما شافت شريف عيطت لك يا نهار اسود. خلي بالك مش هزار ده بجد. لا هو بيقول لك عادت من باب الضحك. انا فعلا كنت وريتك صوري وانا صغير. لا حاجه مختلفه خالص عن اللي انت شايفها. الحمد لله ان احنا وصلنا اللي احنا عليه يعني. الحمد لله متعايش يعني. طيب انا اتفضل مين. فانا عايز اكمل لك بس على حته احمد، لان انا احمد الله يرحمه كنت بحبه جدا. وزي ما شريف بيقول ان الناس ما تعرفوش، احمد اكرامي كان فعلا جول كيبر جامد قوي قوي. ولكن للاسف، وانا عايز شريف يكلمنا اكتر عن القصه دي، لان انا حاجه دي عمري ما عشتها. لان انا ابويا الله يرحمه كان لعيب كوره، بس ابويا عمره ما كان نجم. انما شريف واحمد ابوهم ليجند، وولاد لعيبه الكوره دول انا بشوف ان هم بيتظلموا ظلم كبير جدا. يعني انا شهدت على لعيبه منهم احمد الله يرحمه كان عنده التالنت وعنده الكاركتر وعنده البيلت الفيزيكال ما شاء الله، طويل بعرض بالجينز يعني وكل حاجه. ورغم ذلك ما لقاش الباث بتاعه في النادي الاهلي. ده بيه الحال ان هو راح لعب في نادي الترسانة، لانه السبب الوحيد، وده ما لهش علاقه بالنادي الاهلي على فكره، ابتدى في كل مكان، لانه ابن اكرامي. ف ارجع تاني للحته دي، لان انا عايز شريف يكلمنا في الحته دي ان هو عاشها، وانا دلوقتي ابني بيعيشها وبفضل اعالجه نفسيا، وامه تتكلم معاه ان فعلا ولاد لعيبه الكوره، شريف بالذات ولاد لعيبه الكوره الكبار ما بيتحطوش على فكره تحت ضغوط نفسيه، لان هم ضعاف من ناحيه الشخصيه. بالعكس هم اقوياء جدا، وفي ناس بيبقوا اقوياء جدا. ولكن تحس ان ما تعرفش ليه، تحس ان الناس اللي حواليهم كلهم عايزين يبطلوهم. يعني انا برضو بحس احساس كده ان اول حاجه ان هو ابوه كان لعيب كوره جامد ومعاهم فلوس، وهو كمان هيبقى لعيب كوره. بس بص يا ميدو، في حته بقى يعني انا بحب ابص للموضوع يعني لما اجي بحلل اي حاجه بحب ابص من النظره الواسعه. ما بحبش احط ان انا بتهاجم اصل هم مش عايزيني. ببص بقى انت في بلد في ناس كتير ممكن يكون مهدور حقها، او ان الشخص الكفء ما بياخدش المكان اللي هو يستحقه، اللي بيوصل للمكان اللي بيعرف يوصل. في فكره عامه كده مترسخه في مجالات كتير، مش بتكلم في فكره الكوسه يعني. بالظبط. فانا بعذر الناس ان طبيعي ممكن الناس تحس ان ايه فلان يا باشا ده عشان ابوه فصباح الفل الدنيا سهله، فاهم؟ مفيش مشكله. بس في الحاجات اللي ما بتتقالش بقى، الناس لازم تعرف ان الكوره ممكن يبقى في البدايه في السن الصغير ابن ميدو، ابن اكرامي، ابن مش عارف مين، يبقى حظه حلو ان هو يبقى عنده مساحه انه يتشاف، انه يكمل. مالهاش علاقه بقى انت ابن مين، حتى لو ابن رئيس رؤساء النادي انت مش هتكمل، لان في الاخر انت هتتكشف. فلو انت عندك كواليتي هتكمل، لو ما عندكش مش هتكمل. وقال لك في نفس الكلام ميدو، قال لك في احمد اكرامي وشريف اكرامي. لو كان الموضوع ليه علاقه بس بنت ابن مين، كان الاثنين كملوا وصلوا توب ليفل. انما هو الموضوع مش كده، الموضوع في حد بيكمل وفي حد ما بيكملش، بيزد على انت امكانياتك وانت شخصيتك تستحمل وانت بتتطور ولا لا. بس مش هضحك عليك، ممكن يبقى في ناس يعني قد امكانياتي او قد امكانيات ميدو او قد امكانيات اي لعيب وصل دلوقتي توب ليفل 1000 مره، بس ما خدش الفرصه. دي بقى حكمه من ربنا، ان هو ممكن ما يبقاش رزقه في الكوره، بس هو ممكن يبقى لعيب كويس وعنده امكانيات. فحته توزيع الارزاق دي ومين يكمل ومين يوصل للتوب ليفل دي رزق من عند ربنا اول حاجه، وثانيا اجتهاد بقى من الشخص نفسه. اصايد بقى الراجل ده من مين ملهاش علاقه. بس انا عايز اقول لك على حاجه بقى في اللي ميدو بيقوله ده، بما انك بتقول كده. بس انت شايف انه بغض النظر عن هو كمل ولا ما كملش، هو عايز او مش عايز دي هنروح لها بعدين، الكواليتي بتاعته قد ايه هنروح لها بعدين. بس هل النشأة في بيت كروي في سوبر ستار في الكوره، قبل ما نروح للجزء بتاع البيت بره الناس، انت عانيت من الموضوع ده؟ يعني انت عانيت ان انت يعني احمد الله يرحمه لغايه وقت معين، بس انت عانيت من الموضوع ده ولا فادك اكتر؟ انا هقول لك بالظبط، هديك هحط لك كل حاجه في حجمها. انا ما بحبش ادي الحاجات اكبر من حجمها. مش هقول لك انا عانيت عشان ابان ان انا شقيت الصخر ووصلت لمرحله، اقول لك لا الدنيا كانت سهله عشان ما بضحك عليك. مبدئيا في كذا شق في الموضوع ده. دلوقتي الاب كان سوبر ستار، خلي بالك انا امي كمان كانت لاعبه منتخب مصر في الباسكت، فاحنا في بيت اصلا رياضي. ابويا ما كانش من النوع اللي عايز يخلق مشاريع رياضيه في البيت ويخلي الاثنين يكملوا المسيره. ابويا مش المدرسه دي خالص.
ابويا بالنسبه له راجل بسيط جدا. الراجل ده ربنا اداله موهبه وشهره ونجوميه وبطل، وبعد ما بطل ابتدى ياخد كارير تاني. درب، اول ما درب سافر السعوديه سنه 92 تمام، ودي سنه دخولي النادي الاهلي. يمكن واحنا صغيرين واحنا مثلا بروح معاه التمرين بلاقي ناس بتسلم عليه يا كابتن، فعجبتني فكره ان هو معروف. بس في الاخر ان انا عشان اوصل المرحله دي ده مشوار طويل قوي. انا بالنسبه لي ساعات صغير برضو، دماغي ما تجيبنيش ان هو انا عشان اوصل هنا لازم اعمل ايه. انا في الاخر عايز اقلده وخلاص. انا ده بالنسبه لاحمد، انا بالنسبه كنت بقلد احمد. يعني احمد بيروح تمرين فانا عايز اروح تمرين زيه. انما يبقى في بريشر في البيت، لا انت لازم تلعب كوره، ده ما حصلش. لازم تلعب رياضه زي كل البيوت المصريه تلعب رياضه، عشان الرياضه هتعلمك حاجات وهتعفيك من حاجات وهتخليك عندك لايف ستايل صحي. كلنا بنعمل كده مع عيالنا. بس فكره ان انا ضغطتك ان انت تطلع وتكمل المسيره دي ما كانتش موجوده خالص. حتى بعد ما ابتديت العب في الاهلي وابتديت تحت 14 15 سنه بتروح منتخب مصر وابتدى يبان ان انا ليا باس في الاهلي. ما في ابويا كان ساعتها رجع مدرب الدرجه الاولى، ما فيش حاجه خالص. ما فيش حتى كومنت بعد الماتش، مفيش يقول لي انت عملت، مفيش حاجه خالص. يا كابتن اكرام ما كانش مثلا بعد الماتش خالص. حتى كان في ماتشات بتلاقي في التتش كان بيجي يتفرج عليها. ما يجيش مثلا يقول لي غير لما انا اروح اقول له انا اتفرجت. بس على فكره انا عايز اقول لك على حاجه يا شريف، ممكن يكون كابتن اكرامي كان بيعمل كده بحسه الكروي، لكن العلم بيقول كده. تعرف يا شريف ان دلوقتي في اليو كي في المملكه المتحده بيمنعوا الاهالي ان هم يتابعوا التدريبات لغايه سن 16 سنه؟ احسن كتير. عارف ليه؟ لان هم لاحظوا ان الديفلوبمنت بتاعه اللعيب وابوه وامه بعيد اسرع بكتير من وابوه وامه قاعدين بيراقبوه كل يوم. طب بريشر لان الاب مثلا حتى اللي ما بيفهمش كوره في اي بلد في العالم، من الاب المصري الاب الهندي كلهم الاب. فغصب عنه الولد مثلا وهو مروح بالعربيه بيقول له انت ليه ما شطتش الكوره كده، كان لازم ان او مثلا كجول كيبر كان لازم تطلع على الكوره. الكوتش بيديله تعليمات والاب بيديله تعليمات وممكن واحد صاحبه بيديله تعليمات، فده بيبطئ الديفلوبمنت بتاعت الولد. فبص كابتن اكرامي ممكن كان ساعتها السبورت ساينس ما كانش موجود، كانش فيه بس هو بسنس اللعيب شايف. خلي بالك انا يعني اوتوماتيكلي انا بعمل كده مع ياسين. انا ياسين دلوقتي هو بيحب الكوره، بس انا لعمري ضغطت عليه انا عايزه يلعب رياضه. قلت له اختار الرياضه اللي انت عايزها، بس هتكمل المسيره ما حصلش. لازم تكمل المسيره ما حصلش. انت عايز ايه؟ هو ده السبب اللي خلاك تدرس سبورت سايكولوجي؟ انت عارف الموضوع ده مين؟ شفت طبعا. لا خالص. بس انا عايز اعرف منك الموضوع ده. خلي بالك ده موضوع بقى مش اللي ما اتقالش. الموضوع ده محتاج خلي بالك اللي بيقولوا ده ميدو برضه. خلي بالك الحته دي ممكن يكون انتهى معايا نفس التوه دي. انت بيجي عندنا انت هتوديني في حته بعيده قوي. وانا بقى جاي لك مخصوص من الحته البعيده. انا سبحان الله انا شخص دماغي فيها خناقات كتير قوي. وخلي بالك معظم الحاجات اللي انا ببوست على السوشيال ميديا مش عشان انا اتفاعل مع الناس على قد ما انا عايز اخرجها من دماغي. عشان الدنيا تهدى. بحس ان انا عندي رأي انا عايز اقوله عشان ارتاح. لما كبرنا شويه وصلنا مثلا 31 32 33 بيجي لك مرحله كده اللي هو الناس بتسميها ايه، عارف، ازمه منتصف العمر. بس لا انا بقى بسميها حاجه تانية خالص. انا بقى سميتها مرحله اكتشاف نفسك. انا ببتدي بسال نفسي في كل حاجه. بسال نفسي في العلاقات، احنا ليه وصلنا للمرحله دي؟ والسوشيال ميديا كان ليها سبب طبعا. ليه وصلنا للمرحله دي؟ ليه مثلا حاجه طبعا اوف توبيك خالص، ليه الدين وصل لنا بالمرحله دي بالشكل ده؟ ليه القناعات بتاعتك انت بتتهز مع الوقت؟ فابتديت في كذا حاجه انت بتسال نفسك هي المشكله فين؟ المشكله في الوقت دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه، ولا المشكله في الطريقه اللي احنا اتربينا بيها، ولا المشكله في المعلومات اللي اتغرست في عقولنا من غير ما نقتنع بيها فابتدينا اوتومايز حته من عقولنا بتموت. لان انت اي حاجه انا مقتنع ان انت اي معلومه بتجيلك ما بتقتنعش بيها بترددها وخلاص، في سن صغيره من عقلك بتموت. الشيخ قال، المدرس قال، بابا قال، ماما قالت. طب عديت الموضوع على راسك؟ لا. فانا ده اللي انا بحاول في الاخر عايز اخلي الانفلونس الاكبر في تربيه العيال. انا عايز اربيهم ان هم عقلهم ده يستخدموا اكبر قدر منه. اي حاجه بقولها لك عديها على دماغك. وده اللي وداني لما للسايكولوجي اللي في الاخر انا حسيت ان علاقات كتير قوي خصوصا بعد السوشيال ميديا الدنيا بتبوظ. وابتديت تسال نفسك هو احنا هي مصر بتعمل كده ليه؟ هي العلاقات بتعمل كده ليه؟ ليه نسبه الطلاق في مصر بعد 2020 طارت؟ بقى يعني بقت اضعاف مضاعفه. بقينا اكبر الدوله الاولى في الوطن العربي. طب ليه انت دلوقتي بتتكلم في حاجات كلها اجتماعيه وحياتيه. ليه ما درستش مثلا بوزيتيف سايكولوجي او جنرال سايكولوجي؟ لا خلي بالك يا ميدو، السايكولوجي ده مجال واسع قوي. انا في الاول ما بدات حاجه ليها علاقه بشغلي. بدات قبليها كنت بدات عايز تبدا لا كنت بدات في الاول اقرا كتب
ليه علاقه بعلم العلم العلاقات عامه. وبدات بكتب اللي هي السهله الظريفه، كتاب جاب كتاب وهكذا. فلقيت الموضوع فيري انترستنج قوي، فقلت عايز اشوف سيكتور سبورت سايكولوجي ده بيقول ايه. فدخلت عجبني. فمن هنا عارف لما تحس ان انت عايز يبقى عندك اكبر قدر من المعلومات في حاجه انت مهتم بيها وحاسس ان هي افكتيف قوي، وانا حسيت باهميتها لما ابتديت اطبقها على حياتي وعلى علاقاتي وعلاقتي يعني انتوا في السبورت سايكولوجي بتدرسوا حاجات عامه؟ لا، بندرس كل حاجه ليها علاقه بالسبورتس. بالرياضه. ازاي الرياضي يتعامل مع الانزايتي، ازاي يبقى عنده مديتيشن، ازاي الموتيفيشن، ازاي تحفز اللعيب امتى وتحفزه ازاي. طب ايه المديتيشن اللي المفروض اللي انت بتنصح بيه لعيبه الكوره من خلال دراستك اللي يعملها قبل الماتشات مثلا؟ لا بص، هل حاجه ليها علاقه بالبريذنج؟ خلي بالك يا ميدو، هي ليها علاقه برضه بالايدج. انت بتتعامل امتى؟ انت عشان توصل لعيب ان هو يبقى عنده تولز سايكولوجي لازم يبقى عنده قدر من الماتيوريتي. ازاي يبقى اللعيب حصل له نضج. ما ينفعش اجي عيل صغير، اجي ياسين ابني مثلا يجي في ماتش مثلا عنده على مثلا مدرستين بيلعبوا بعض وفي جمهور كتير قوي، اللاعب بيشجعه مدرسه، اللاعب بيشجعه، هو بيقول انا خايف. بس مش هاجي اقول له اعمل فيجواليزيشن وخد يعني بريثنج كده 5 دقايق واقعد اطلع في الشمس واقعد، مش هيعرف يعمل الكلام ده، مش هيحسه. فانا لازم اكلمه باللغه اللي مخه هيستوعبها. بس فالسن الصغير ده يعني انا يعني هفتي لو اقول لك لا لازم ممكن نطبق عليه الكلام اللي انا شفته، بس هو صعب. طب انت انا اسف لا بالعكس، بس انا عايز اسالك. اسالني اتفضل. انا عايز اسالك من اللي شريف بيقوله ده، انت ايه من الحاجات اللي انت كنت بتلعب فيها يستراجلد واكتشفتها بعد ما بطلت، وشريف يساعدنا في من اللي درسه؟ لا انا اصطدمت بالايجو بتاعي. كنت شريف شافني وانا في نادي الزمالك وانا صغير، وكنت شفتك في اكس. لا انا قصدي في المرحله العمريه اللي انت شخصيتك بتتكون فيها. انت كل حاجه منها انت بتعملها دلوقتي في حياتك 70% منها اللي انت اتعلمته من سن 10 سنين لسن 15 سنه، اللي هو سن الفاونديشن، سن التكوين على المستوى الفني، على كل حاجه. يعني كل حاجه. يعني انا اتعلمت العب بيانو وانا عندي 10 سنين، لغايه دلوقتي لو قعدت 7 سنين ما شفتش بيانو، اول لما اشوف بيانو هلعب، لان انا هو ده السن. لو اتعلمت بيانو وانا عندي 18 سنه، لو قعدت فتره ما لعبتش بيانو ورجعت تاني العب هستراجل، هلاقي نفسي ان انا فالسن ده هو ده السن اللي انا، ودلوقتي ده اللي انا بطبقه مع اولادي ومع الولاد اللي موجودين عندنا في البروجكت بتاعنا، ان لازم كل حاجه زي ما شريف بيقول لك ان هي تتقالك، مش تتقالك صح بس، لان انت ممكن تقول حاجه صح بس تقولها بمليون طريقه، وكل ولد ليه طريقه معينه تقدر توصل لمخه. عشان كده النولج او العلم اللي درسه شريف ده علم مهم جدا. تعرف يا شريف ان تاني واحد بيتقاضى اجر في اي جهاز كوره في العالم بعد المدير الفني هو السبورت سايكولوجيست؟ تعرف كده ولا لا؟ انت عارف معلومه جديده دي. تعرف كده ولا لا؟ لا انا تاني واحد اكتر من الاسيستنت واكتر من، يعني انا كان عندنا سبورت سايكولوجيست في ميدلسبرا كان تاني واحد بيتقاضى فلوس بعد ساوث جيت، وده بيوريك مدى اهميه العلم ده اللي احنا في مصر. ده من كام سنه بقى؟ الكلام ده كان سنه مثلا 2007. انت عارف بدون ذكر اسماء، انت عارف كل الفرق اللي بيجيبوا هنا بيقولوا عليهم مجانين، بيقولوا على اللعيبه مجانين. لا بيضحكوا بيطلعوا عليهم نيك نيمز وحاجات انت مش فاهم. انا استضفت قبل كده راجل اشتغل في الاهلي قال انا عانيت، يعني انا عانيت. وده علم على فكره مهم جدا على فكره. اللي بدا العلم ده الالعاب الفرديه، يعني في البوكس والتنس. هو بقى العلم ده بدا ازاي؟ انت مثلا عندك بيج اوكيجن، فاينل ويمبلدون، وانت الرانكينج نمبر 1 على العالم، وصلت بتلعب واحد الرانكينج نمبر 30. ازاي تحضر نفسك للجيم ده؟ هل تحضره على حسب الاوكيجن ولا على حسب الاوبوننت اللي قدامك اللي بيلعب قدامك ده؟ خلي بالك ده موضوع صعب جدا. انت وصلت فاينل الكاس في الكوره، ليه دايما لما فرقه توصل فاينل الكاس في الكوره بتلعب فرقه كبيره، نسبه ان الفرقه الصغيره تكسب اكتر من 70%. هتلاقي تلاقي فرقه من السكند ديفيجن كسبت فرقه الحافز بتاعهم كبير جدا. التحضير النفسي وانت جامد للاوكيجن واللي انت هتلعبه هو ده اللي خلى الناس تبدا الطب النفسي الرياضي. عارف مين اول واحد استخدم الطب النفسي الرياضي؟ واكيد شريف عجاسي.
اجاسي، اندريا اجاسي كان راجل رانكينج نمبر 1 على العالم. خلاص دخل في الكومفورت زون بتاعته، زهق، ابتدى ياخد مخدرات وابتدى يبعد عن اللعبه، ووصل الرانكينج بتاعه لل 300 وكام. استعان بسبورت سايكولوجيست، كان الراجل اللي كان شغال معاه كان الماني، انا قريت البيوجرافي بتاع اجاسي. رجع تاني يا شريف في سنه ونص بقى نمره 1 على العالم تاني. تعرف يعني ايه واحد؟ وهو اعترف في البيوجرافي بتاعه ان هو كان بياخد مخدرات وان هو خلاص يعني خرج بره القصه ورجع. فمن هنا جت القصه ان لا، السبورت سايكولوجيست ده مهم جدا لاي حد بيمارس اي رياضه. عارف المشكله كلها كمان انت بتشوف ده ازاي؟ هل انت بتشوفه ان هو دكتور نفساني دكتور مجانين، او يعني او هو لو انت دلوقتي قدرت تقتنع وتغير نظرتك ان انت دي فعلا دي حاجه محتاجه، لان انت لو جينا مع في الكوره انت بتلعب اندر بريشر، لو بتلعب في جمهور او بتلعب في توب ليفل في مصر او بتلعب في افريقيا او في منتخب، انت بتلعب في بريشر وعندك ستريس قبل الماتشات وعندك جماهير بتضغطك. فمعظم مشكلتنا كلاعيبه مصريين ان انت ازاي بتلعب تحت ضغط جمهور، تحت ضغط منافس، تحت ضغط تحقيق بطوله. هو السبورت سايكولوجي بيساعدك ان انت ازاي توصل للستريس ليفل مثلا، انت ازاي توصل للنقطه الصحيه فيه، ما تبقاش لا اوفر ستريس ولا اندر ستريس. ازاي انت في الاخر بتبقى قاعد بتتخيل الماتش، ازاي بتعمل سيلف توك، ازاي بتعامل بنفسك، ازاي تنظمه بحيث ان انت تخلي عقلك في اصفى حاله ممكنه. هي دي حاجات اولا محتاجه تدريب، مش في يوم وليله، بس التيرنينج بوينت فيها ان انت تقتنع بده، ان انت تقتنع ان دي حاجه مفيده مش حاجه مضحكه. انا هحكي لك حكايه عن اللي انت بتقوله ده سريعا، بس عايز اسالك سؤال مهم قوي في اللي انت بتقوله ده. او خليني اسالك السؤال الاول، بما انك بتتكلم عن الجمهور يعني، وبتتكلم عن البريشر بتاع الجمهور، وقال ان احنا بقالنا فتره كبيره قوي بنلعب اولموست يعني 12 سنه بالنسبه 12 سنه من غير جمهور، ويعني مؤخرا العدد زاد شويه. وانت دلوقتي كنت طول عمرك في نادي الاهلي، ونادي كبير، نادي جماهيري، والنهارده انت في نادي ما بيحضرلوش جمهور. انت شايف ان دي حاجه خلت لعيبه كتير قوي النهارده، وانت انت عاصرت الخبره في الاثنين يعني، رحت ده ورحت ده، انت شايف ان في لعيبه كتير النهارده ادائها وتطورها وحياه لعيب الكره اتغيرت في ظل ان مفيش جمهور؟ لا بص، لو هنتكلم في حته الجمهور، واكيد ميدو هيبقى فاهم القصه دي، الجمهور عنصر مهم جدا في تكوين شخصيه اللعيب. لو اللعيب متعود انه يلعب على طول في استاد فاضي، لو ما تعودش يتحط تحت ضغط وجماهير تهاجمه وجماهير تشتمه وجماهير تانية تشجعه، ده كل ده بيساهم في نضج شخصيته. فانت طول ما انت بتلعب من غير جمهور في منافسه يعني مش متوازنه، في دوري مش منتظم ضعيف، مش هيفرز لك شخصيه لعيب تقدر ان انت تنافس بيه على المستوى القاري زي ما احنا عايزين. وطول ما الوقت بيعدي، طول ما احنا هنصطدم بالحقيقه دي اكتر، هتلاقي الجاب بيننا وبين افريقيا عماله توسع، وهتلاقي فرق بتطلع انت مش متخيل انها موجوده على الخريطه، تحرجك وتصغرك يعني وتوريك قد ايه انت بعيد. زي ما انت شريف بالظبط، مثلا تكون ممثل وبتعمل بروفات كويس قوي ومتعود ان انت تعمل بروفات، بس ما هي الفرق بين البروفا وما بين العرض المسرحي الحقيقي؟ ان الاوبرا اتملت، ان الثياتر او المسرح اللي انت فيه ده اتملى. فتلاقي تخيل لو واحد مثلا بقاله 3-4 سنين زي ما شريف بيقول 5 سنين بيعمل بروفات كل يوم، هو نفس النص على فكره اللي بيعمله، ومره واحده راحوا مالين له الاوبرا، مش هيعرف لو مين مش هيعرف يمثل. صح، هو ده بالظبط اللي شريف بيقوله. حته احنا واحنا صغيرين، وشريف ده يفتكر الكلام ده، لعبنا ماتشات اهلي وزمالك تحت 17 سنه فيها 10,000. خلي بالك 10,000 ده رقم يعني، نهائي جمهوريه في استاد الكليه الحربيه فيها 10,000 جمهور بيحييك وانت نازل، وجمهور كذا. شريف طبعا عاش اكتر حته في الفيرست تيم فوتبول، لان انا كنت سافرت يعني ما عشتهاش الا قليل، اللي هي حته الوجود الجمهور في التدريب. ان انت وانت بتلعب انت عارف ان انت النهارده لو اتغلبت بكره هتتنفخ، انت بكره هيجي لك 8,000 واحد في استاد التتش مش هيسيبوك وهيفضلوا وراك. هي دي الكوره، هو ده اللي شريف بيقول عليه how to deal with الابس اند داونز بتاعت الجيم. فانت النهارده اللعيب بيلعب مثلا، بيلعب في النادي الاهلي وبيلعب في الزمالك، تمام، هو عارف ان هو النهارده اتغلب وبكره هيروح يتمرن، واللي بيتفرج عليه اعضاء النادي اللي هم اصلا مش عارفين يقربوا منه،
طب ما يعني طب ما فيش مشكله. انما بس دلوقتي بقى خلي بالك دلوقتي اختلف. ده انا خليني برضو اقول لك اكزامبل كده. ميدو لعب فتره وبعدين سافر في اوروبا. ما فيش الكلام، اوروبا اساسا هم اقوياء جدا منتلي، والموضوع وجود الجمهور ده عادي جدا في الماتشات. واكبر دليل ان دلوقتي الجون اللي بره ملعبك في اوروبا بقى 2 ده اتلغى. يعني معنى كده الناس بقى عندها قوه ذهنيه. ما يفرقش معاك انت بتلعب. ميدو كان دايما يقول لي انه لما بيتشتم بيتحفز اكتر اصلا. يعني بص، لا انا برجع لك بقى في حته هقول لك برضو. لو انت بصيت على الجيل بتاعنا، لو احنا اصغر ناس في الجيل، بص على اللي قبلينا. الجيل بتاع احنا 83 82 81 80، الناس دي لعبت في وجود الجمهور قبل السوشيال ميديا، ولعبت في عصر السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ما كانتش بتهز حاجه خالص من الشخصيات دي، بعكس الاجيال الصغيره اللي السوشيال ميديا ممكن تبطلها خالص. فده راجع ان احنا لعبنا في اجواء ساعدت في تكوين شخصيتنا، خلتنا شخصيات نقدر نستحمل. شريف انا رحت ماتش زمالك واهلي في ملعب حلمي زموره، فرقه ال 78. انا فاكر الماتش ده كويس جدا، كنت مع ابويا الله يرحمه، كان كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه. انا فاكر كابتن ابراهيم كان مدربنا منتخب وكان راجل عظيم جدا يعني. كابتن ابراهيم الله يرحمه اكيد كان لعيب عظيم. شفت ماتش فرقه ال 78 دي، استاد والله شريف ما انساش اليوم ده. لا استاد حلمي، لان كان لسه الزمالك كاسب الاهلي في ماتش في الدوري في الفيرست تيم، والجمهور كان جاي للتدريب بتاع الفيرست تيم. بصوا بقى جمال الكوره وقتها. فجم يتفرجوا على ماتش اللي تحت 17 سنه بقى. مين بيلعب بقى؟ انا فاكر كويس قوي فرقه ال 78 دي، فرقه الاهلي سيد عبد الحفيظ، محمد فاروق، احمد فوزي. نعم احمد فوزي بتهيألي جول كيبر، احمد عبد الظاهر ليبرو. والزمالك بيلعب فيه عبد الواحد السيد وطارق السعيد وايمن عبد العزيز وبتاع. ماتش لا يمكن الجيل ده تخيل ان هو طلع بعد كده كلهم مثلوا الاهلي والزمالك 10 سنين. انما النهارده انت اللعيب لما يوصل لغايه سن 20 سنه عمره ما لعب قدام الخمسه بيتفرجوا عليه، ومره واحده يبتدي يلعب تحت بريشر معين. مش جمهور بقى في المدرج، لا ده ناس ممكن تشتمه على السوشيال ميديا بيقع. بس خلي بالك انا برضو عايز اقول حاجه عشان ما نبقاش قاسيين قوي على الجيل ده. السوشيال ميديا دلوقتي، انت زمان ايام مثلا خلينا نقول مثلا الجيل بتاع بلاش الجيل بتاع ابويا مثلا، جيل السبعينات اللي هو اخد شهره مرعبه. الجيل ده كان بيشوف الجمهور في الاستاد كان بيتكتب عليه في 3-4 جرايد، صح؟ قناه واحده مثلا، ده لو كان فيه مفيش برامج، كان مفيش طبعا كامل ساعات الهوا اللي موجوده اللي بتتكلم اللعيبه كل يوم. انما الجيل بتاع دلوقتي النبض بتاع الجمهور بيوصله كل دقيقه. لو انا مسكت موبايلي كل يوم ممكن الاقي واحد بيشتمني كل يوم. فده انا برضو ما اقدرش اقول ان الجيل بتاع زمان اقوى من دلوقتي، بس انا حكمت على الجيل اللي عاش الاثنين. الجيل بتاعنا شاف الاثنين. طب انت شفت تنصحهم بايه يعني؟ انت عشت في دي، عشت في الوقت الجمهور المدرج، خلينا نسميه جمهور المدرج، وجمهور السوشيال ميديا، وعشت في اوقات كتيره جدا. انا فاكر مثلا الوقت بتاع مارتن يول ده، انت كنت تتقطع على السوشيال ميديا بالظبط. من التجربه بتاعتك انت ازاي قدرت تمر بالمرحله دي، او انت تنصح الولاد الصغيره اللي عندها 21 22 سنه اللي النهارده بيضيع كوره وبيتشتم زي ما انت بتقول على السوشيال ميديا، وهو بيشوف ده دايركت اول لما بيطلع من الملعب، انت تنصحهم بايه؟ اللي يقدر بجد ينصحهم حد عامل نفس البروجكت بتاعك بتاع ذا ميكر. ليه؟ لان العيال دي انت مهما حاولت ان انت تحكي لهم قصص او تقول له اتصرف ازاي، مش هينفع قد ان انت تفكره دي تو دي. انا ما اقدرش اقول له دلوقتي يا ابني ما يفرقش معاك بصش في تليفونك، ركز في الملعب. الكلام ده لو اتقال مره هيتنسي بكره، هيتنسي بعد. الكلام ده لازم يبقى كل يوم في حد معاه بيفكره ان انت شغلك هو اهم حاجه، وفي الاخر الجمهور ده يوم ليك ويوم عليك، والكوره ويعرفوا فكره الكوره نفسها ان الكوره دي الحاله اللي انت فيها النهارده ما فرق، مش هيفرق معاك انت عملت ايه امبارح، فرق معاك انت هتعمل ايه بكره. حتى لو ضيعت امبارح بكره لازم تجيب، لو جبت بعد كده ركز ايه اللي خلاك كويس وركز. هتقعد تتكلم معاه وتعمل له سيشنز لحد ما دماغه تتسطب وانه يشوف السوشيال ميديا في حجمها الطبيعي. انت عارف برضه يا شريف انا بشوف ان هي ايه، وصدقني فيها جزء كبير جدا، طبيعي فيها جزء كبير جدا منها طبيعه شخصيه. يعني انا فاكر كويس قوي يا شريف الطريقه اللي انا كنت بحضر نفسي بيها للجيمز من غير اي سبورت سايكولوجيست. انا وانا عندي 17 سنه لعبت ماتش مصر والمغرب قدام 120,000
كنت لسه تمام 17 سنه بقى لي شهر، عارف يعني ايه؟ لا ده حاجه كبيره جدا يعني. وبلعب الوقت ده كان فيه جماهير كتير قوي. لا وبلعب شريف ماتش حياه وموت، فرقه المغرب نور الدين نايبت، طاهر الخلج، مصطفى حجي وبتاع، واحنا فرقه نادر السيد، ابراهيم سعيد، ابراهيم حسن، حسام حسن، حازم امام، عبد الستار صبري، احمد حسن، هاني رمزي، عماره، السقا. ماتش حياه او موت لازم تكسب. فانا فاكر كويس قوي يا شريف يعني من غير اي سبورت سايكولوجي ولا اي حاجه وانا صغير. فاول انت زمان انت عارف ايه، كنا ننزل نجري سبرنت ماتش، اجواء غير طبيعيه، الملعب متقفل 120,000 من الساعه 11 الصبح. فاول لما نزلت جريت السبرنت بتاع التسخين ده يا شريف سماناتي شدت، فرحت قاعد على الارض عملت نفسي بعمل استرتشات. فبصيت كده انا منظر الاستاد اسال زمان شريف ايام بقى قبل الكراسي وكده، لا ده ايام الناس على عواميد النور بتحس بالصهد. لا انت داخل التراك تحس صهد من زعيق، مش عارف اتنفس. فمره واحده قلت لنفسي كده، قمت اجري تاني والله العظيم اشوف حاجه عالي، رجليا شدت تاني وانا عندي 17 سنه ووحش. فبصيت كده وقلت طب ما هيحصل ايه؟ انا هعمل اللي عليا وهموت نفسي في الملعب، وبعد كده لو اي حد عمل لي انا هموت نفسي. فمن هنا جات لي فكره ان ازاي ان انا احضر نفسي للجيم، ان انا مفيش حاجه. انا كنت بقول لنفسي ايه ساعات؟ تكلم نفسك. لا ساعات كنت بكلم نفسي اقول لنفسي ايه، انا نفسي ان انا النهارده كل اللي انا كنت بكلم نفسي فيها ان احط مزيكا واكلم نفسي واقول انا لازم النهارده اطلع من الماتش ده بهدف واحد بس. عارف ايه هو؟ ان انا لما اروح البيت احط دماغي على السرير ما ندمش ان انا كان في حاجه ممكن اعملها وما عملتهاش. خلاص انا كده هعرف انام. انا كان في ضغطه ممكن اضغطها وما ضغطتهاش، كان في كوره ممكن اعملها، كان في حاجه، خلاص انا كده عملت كل حاجه. فخلاص مهما شتمتوني خلاص شتموني، انا ما فيش حاجه في ايديا اقدر اثر فيها. ومن هنا جت جوايا فكره ان الناس كانت بتقول هو ميدو ازاي وهو صغير بيلعب قدام الناس دي ولا همه. يعني خلي بالك الماتش اللي انا بحكي لك عليه ده انا كنت مان اوف ذا ماتش، مان اوف ذا ماتش بجد. يعني بمسك لعيبه المغرب برقص 3 4 ولا همني اي حاجه. قدرت ان انا يعني فاهم جوايا من غير ما حد يقول لي اي حاجه، ان خلاص انا ما فيش حاجه اقدر اعملها الا ان انا اعمل اللي عليا، اموت نفسي وخلاص. هعمل ايه تاني؟ هي دي امكانياتي. يعني كنت اقول لنفسي ايه، اصل انا لو انا كنت وحش وعملت كل حاجه اقدر عليها يبقى خلاص هي دي. خلي بالك هو ده اللي انا بقول لك، ده اللي لازم يتقال للشباب الصغيرين. الشباب الصغيرين انت مش هتقدر تعتمد ان هو يبقى كميته شخص مثلا بارد مثلا ما بيتاثرش، في الاخر انت عمرك ما هتعتمد على كيمياء تبقى عنده او لا. فهو ده اللي لازم يتم مع العيال الصغيرين في زمن السوشيال ميديا دلوقتي، هي المتحكم الاول في مودهم وفي تفكيرهم. زائد كمان حط في اعتبارك ان الشباب الصغيرين اكتر حاجه عامل بيأثر عليهم هم البيئه اللي هم فيها، مش كلامك كأب او كلام الام او كلام الجد او مدرس، اصحابهم بيروحوا طبعا الدايره اللي حواليهم. فالدايره دي كلها لما تبقى السوشيال ميديا هي اللي مسيطره على حياتها مهما اتكلمت هيبقى الموضوع صعب. فالفكره كلها ان انت زي اللي انت حكيته ده بالظبط، خصوصا مع الشباب اللي بيلعبوا كوره، ان هو انت لازم تكلمه مره واثنين وثلاثه، زي ما بتدي له كورسات بتعلمه وبيروح المدرسه كل يوم. لازم يبقى فيه صحته النفسيه اللي قد كده، دي اللي على قد سنه، لازم برضه تتراعى وتتكلم معاه وتهتم جدا ان هي تبقى دايما في المعدل الهيلثي اللي يفيده مش اللي يضره. ميدو انت لعبت كام ماتش قدام شريف وانتوا صغيرين اهلي وزمالك؟ كتير. احكي لك شويه حاجات. اسال شريف عشان يحكي لنا هو. لا ما انا هقول لك بص احنا لعبنا ماتشات كتير. انا هبقى في منتهى الصراحه، انا كسبت كل الماتشات، بس هو ما فيش كل ماتش كان لازم يجيب جون. ده في ماتش جاب فيه 3 جوان كمان. لا مش كل الماتشات كله. لا ميدو لا جيل 83 لا مش 83 ليه لا في ماتش ليه في ماتش في ملعب اتحاد عثمان 1-1 وكسبناكم ضربات جزاء. انا اللي جايب وفي ماتش 2-1 في استاد الشمس في نادي الشمس، متعب اللي جاب الجون. المعظم يعني 80% من الماتشات الاهلي كسبها. خلي بالك هو مش سهل برضه، هو قال لك هو اشتراك جامد قوي. هحكي لك بس عشان هو والله العظيم ليه ما انا بقول لك والله هم دول الماتشين. في ماتش بتاع 3-1 في نهائي بطوله الجمهوريه اللي احنا اتغلبناها الاسبوع اللي بعديه 3-1 ولعبنا ضربات جزاء اتغلبنا. لان جبت فيه الجون اول دقيقه. ماشي بس في الاخر احنا خدنا. ايوه ماشي بس الماتش ازاي 3-1 لا احكي لك كنت بتاع حلم زموره.
لا كان 4-0 في علمي زمور. لا ده ما لعبتش، ده كنتش موجود. لا انت مش قلت جاب اجوان في كل الماتشات؟ ما دام الماتش ده كان سافر او كان بقى كان طلع فيرست تيم او احكي لك انا بقى القصه بتاع ماتشات الاهلي والزمالك دي. اول حاجه عشان تفهم بس، الجيل بتاعنا انا عمري ما اتربيت على حاجتين. عمري ما اتربيت ان انا اكره الاهلي. عمري ما حد في نادي الزمالك وانا صغير كلمني كلمه وحشه عن الاهلي. كان بيدربنا مدربين فعلا بيحترموا الاهلي، وبيقول لك ان الاهلي ده نادي كبير واحنا كمان نادي كبير، وان الاهلي انت لازم ان انت تنزل الملعب. الحاجه الثانيه اللي اتربيت عليها وجيلي كله، مش جيلي كله للاسف يعني، كل صراحه واقولها، انا اتربيت من وانا صغير ان انا ما اخافش من حد. الاهلي ايا كان ان انا العب الجيم بتاعي. للاسف الجيل بتاع يعني، وانا اصلا ما اقصدش اي ديسريسبكت لاي حد من زمايلي السابقين يعني، بس الجيل بتاع 83 ده في فرقه الزمالك اللي هي فرقتنا دي كان ضعيف جدا. يعني انت عارف ان السنين بتيجي سنين. في جيل يعني مثلا الجيل بتاعنا بتاع 81 بتاع الزمالك كان جامد قوي، كان فرقه جامده، انا وجمال حمزه وعمرو حسن واحمد كمال، وكان عندنا لعيب من غينيا اسمه تشيك عبد القادر كان وحش في نص الملعب، والفيومي، فرقه وزنجا جون وشعبان، كنا فرقه كويسه يعني. والاهلي كانت فرقه كويسه. لا كانت فرقه كويسه قوي بصراحه. شريف اكرامي كان شريف اكرامي وحسام غالي ليبرو، وكان راس حربه غالي ليبرو. كان بيلعب ليبرو حسام غالي. ووائل شيتوس شيتوس بقى وحسين علي، ولا كان في لعيبه كتير. كانت فرقه ماتش كوره حلو. فاول ماتش انا العبه اهلي وزمالك في حياتي كان تحت 14 سنه، وما اعرفش ليه الماتش ده كان بيتلعب في استاد الكليه الحربيه 5-1 للاهلي. انا اللي جبت الجول. لا الماتش فانا اتغلبنا 5-1 من الاهلي، وانا مش مصدق ان احنا. بس انا هقول لك بقى على حاجه توريك انا يعني حتى من وانا عيل صغير عامل زي شريف. فانا ابتديت اكتشف ان العيال اللي معايا في الفرقه دي، انا كنت كابتن الفرقه طبعا، ما اعرفش شريف كان كابتن الفرقه ولا لا. فرقه ال 83 شريف كان كابتن الفرقه وانا كابتن الفرقه. فابتديت اكتشف من الماتش ده، لا العيال دي بتخاف من الاهلي، العيال دي لا في مشكله، من غير ما حد يقول لي ان انت بتتغلب 5. عمرنا ما اتغلبنا 5 من اي حد. فعملت يا شريف الماتش الثاني بقى بتاع العوده، كان الماتش اللي هو كان في اتحاد عثمان ده، نفس الفرقه، وكان كابتن جوهر الصغير الله يرحمه موجود وكده. فعشان خلي بالك انا عندي 14 سنه، بس هي دي شخصيتي. رحت عامل معسكر للفرقه، كان في سكن عندنا تحت المدرج، رحت قايل للفرقه كلها كلنا النهارده هنبات في النادي من غير ما المدرب يعرف، كلنا. وبقت العيال بايته على الارض، بايتين، اللي بايت على مرتبه واللي بايت جنب حد. عملتوا ايه بقى في الماتش ده؟ الماتش ده تعادلنا وكسبنا ضربات جزاء. الماتش اللي هو بتاع انت عملت ايه في المعسكر؟ عملت ايه في المعسكر؟ لا ابتديت ان انا يعني افهم من وانا صغير ان لا اللعيبه، في لعيبه في نادي الزمالك محتاجه تحضير. حتى وانا بلعب وانا عيل صغير، العيال دي لو روحت نامت في البيت وجت واتقابلنا على الغدا كلنا ورحنا هنتغلب، هنشيل 3-4. فابتديت اتعامل لا الماتش ده اللعيبه زمايلي دول حتى لو انا لسه انا منهم، بس انا زمايلي دول لازم الماتش ده يتحضروا بتحضير مختلف. وكان كابتن احمد ناجي الله يمسيه بالخير، كابتن احمد ناجي هو المدرب، فانا كنت انزل الملعب اجري على طول، وشريف كان صاحبي فاجري على شريف اروح مسلم عليه وقايل له كلمتين بتاع احمد ناجي راح ينكش. انت متخيل بقى بنتقابل في نادي الزهور بنلعب خماسي فجاه بنلعب ماتش اهلي ضد الزمالك وبتاع. لا كان الموضوع ضحك. طب انا هسالك على حاجه شريف، موضوع الاهلي والزمالك ده، انت يعني كبرت وكابتن اكرامي بيلعب ماتشات اهلي والزمالك، اتفرجت على كده. اول ماتش لعبته اهلي والزمالك في الدوري الممتاز كنت حاسس بايه يعني؟ اول احكي لنا، قول لي كواليس كده اللي حصل ايه، عشان انا هاخدك للماتش اللي هو كمان كام يوم بتاع الاهلي والزمالك ده. اول ماتش اهلي والزمالك انا رجعت، انا اول ماتش لعبته ضد الاهلي او الزمالك لما انا رجعت على الجونه، خلي بالك انا رجعت من فاينل بتاع الجونه 2009. انا عملت ماتش قدامكم ما جبت الجون لا بس شريف بالله الماتش ده الواد ده شريف الاهلي، الماتش ده اللي وداني الاهلي شريف قلب خلي بالك انا فاكر ميدو كان حلقه اقرع الماتش ده. الشوط الاولاني انا صديت منه كوره كانت كورنر، قاعد يعمل كده ما كانش يصدق نفسه. كان محمود بكر الله يرحمه هو اللي بيذيع قال لك ميدو عمال ماسك في شعره هو مش واخد باله انه اقرع وعمال يعمل كده. انا خلي بالك انا برضه صديتها دي من عند ربنا برضه،
بس الماتش ده كان اول ماتش قدام فرقه كبيره العبه اول ما رجعت. المهم 6 شهور ورحت الاهلي 2010. غالبا اول ماتش لعبته كان 2010. بس اللي انا كنت فاكره ان هو غالبا كان في الاستاد، كان ماتش ما اعرفش، كان فاكر ماتش كاس، والله ما فاكر الماتش ده كان ايه، مش فاكر. قصدك استاد القاهره يعني؟ في استاد القاهره. كان في جمهور صح؟ لا كان في جمهور رهيب. 2010 كان في جمهور مرعب. بس خلي بالك برضو انا كنت وصلت معاه 2010 عندي 27 سنه، وكنت خلي بالك نادي فاينورد، وميدو عارف الكلام ده، فاينورد نادي جماهيري والاستاد بتاعه كبير، ولعبت ماتشات هناك قدام الاستاد وهو مليان. وانا كنت حضرت ماتشات قبل كده حتى في كاس العالم في الناشئين كان في الامارات، فانت متخيل الاستادات كانت متقفله كلها مصريين، فانا بالنسبه لي رهبه الجمهور كنت متعود عليها. فلما رجعت بس كان اول مره احس بقى بان كل الجمهور ده في بلدي بقى، والاهلي، وده طبعا كان بالنسبه لي ان انا ارجع الاهلي كان برضو كانت قصه كده، وان انا ما رجعتش بسهوله برضو. طب ايه القصه يا شريف؟ لان القصه دي مهمه جدا، لان شريف يا جماعه لازم تعرفوا، شريف ناشئين الاهلي، بعد كده سافر فاينل، بعد كده رجع على الجونه، وبعد كده لعب كويس قوي في الجونه. فالقصه بقى بتاعت الترانسفير بتاعك من الجونه للاهلي. لا هو القصه كلها انا اصلا ما رجعتش على الجونه، انا اصلا من قبل ما ارجع الجونه انا قعدت 7 شهور في مصر. ليه؟ لان انا السنه الرابعه ليا في فاينورد، انا كنت عايز العب خلاص يعني هموت بقى. لا وبعدين انا بالنسبه لي الجيل اللي بيلعب 2006 و8 و10 لا متعب وحسني عبد الرب واحمد فتحي وعمرو زكي، ده انا جيلي ده انا كابتنهم في المنتخب. فانا بالنسبه لي انا عايز العب بقى، والشباب اللي معايا كلهم بيلعبوا، هلعب امتى؟ وكان كابتن حسن الله يمسيه بالخير كان شارط قال لك اللعيب اللي بيلعب فيه مش فارق معايا بيلعب فين، بس عم يكون بيلعب اساسي. انا كنت عايز العب. فالمهم جيت بقى في السنه الرابعه، كان كل حصل تغيير مدربين كتير قوي في فاينل، تغير عليا 4 مدربين في 3 سنين. فجيت في السنه الرابعه جابوا مدرب وقال لي السنه ما اعرفكش، كان معايا هانك تيمر، كان جون في المنتخب الاول، كان الثالث في المنتخب تيمر. وانا بالنسبه لهم انا ما كنتش عارف بقى الكلام ده، بالنسبه لهم صغير 26 سنه، انت برضه لسه صغير. انا بقى كنت شايف ان انا بكبر لان زمايلي بيلعبوا، فحسيت ان انا بكبر، بس انا كنت ساعتها غلطان يعني. فالمهم رحت الوكيل بتاعي جاب لي قال لي ان في نادي في تركيا عايز جون، بس المهم هختصر بس القصه دي، عايز جون اول، وانا رايح نازل 3 4 ليفلز من الفاينل كاراجوجو. فوجئت رحت هناك لقيت ان الجول الاول موجود وكل حاجه، هم كانوا عايزين جون تاني، هم بس كانوا عاملين الترانسفير ده عشان في الاخر يطلع كوميشنز هنا يعني ضحك عليك. انا لما عرفت الكلام ده فرقش معايا، رحت قلت له انا راجع مصر، كانت معايا مراتي كانت حامل، كانت في السابع، ورايح بقى من فاينل من هولندا، رايح بشنط بقى كتير على اساس انا اكمل السنه. المهم فرجعت قلت له انا مش مكمل، انا مش جاي هنا عشان اقعد نمره 2، انا هرجع فاينل. رجعت فاينل قلت له يا شريف لو عايز تخليك، احنا اوريدي جبنا جون سكند كيبر مكانك، لو عايز تخليك تمرن معانا وخليك موجود، بس السالري بتاعك مش علينا. فقلت لهم يعني انا هفضل قاعد لحد نهايه السيزون من غير يعني انت ما كانش عندك كونتراكت معاهم؟ كان عندي كونتراكت معاهم، بس الكونتراكت السنه الرابعه ده هو اتنقل لانقره، خلاص السالري بتاعي بقى على انقره، فكان لازم هم اللي يتحملوا الكونتراكت. فانت كسرت عقدك مع انقره؟ كسرت عقدي مع انقره وقلت لهم انا هرجع. خلي بالك انا برضو كنت صغير، ما كانش عندي تيم، لا عندي محامي ولا كان عندي، بس خسرت الايجنت بتاعك في الديل ده، فما بقاش عندك ايجنت. لا خسرته لما رجعت الجونه، لاني سكت ورحت هقول لك برضه عملت ايه. فالمهم لما قلت له لا خلاص انا مش هرجع، انا بالنسبه لي مش هرجع اقعد في هولندا، اقعد 7 شهور في هولندا في الاخر من غير مرتب، انا هرجع اقعد في مصر. ورجعت مصر واتمرنت مع الاهلي. بس كانت دي نهايه السنه الرابعه وبدايه الخامسه. في نهايه السنه الرابعه دي انا قلت انا خلاص انا هرجع العب في الدوري المصري. الدوري المصري من 2008 2009 2010 اوف النادي جامد قوي، الدوري جامد قوي، وجمهور والمنتخب بطل افريقيا بطوله ورا بطوله. فالمهم فجيت اما ارجع، فلما جيت اول نادي كلمته طبعا النادي الاهلي. انا في الاخر انا بتمرن في الاهلي، كنت بتمرن مع ابويا، كان ساعتها ماسك في الناشئين بتاعت 20 سنه، كنت بتمرن معاه كل يوم، بلعب خماسي بالليل، بلعب تنس الظهر، والدنيا فاهم خلاص بقى انا عمال بقى اكل نفسي. بس جيت على شهر 3 او شهر 4 كده كلمت كابتن خطيب، قلت له يا كابتن انا قررت ان انا السنه اللي جايه الاخيره بالنسبه لي وانا مش عايز اكملها، وانا قررت ان انا هرجع مصر، فانا بشوف لو في امكانيه ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي محتاجني، لو مش محتاجني خلاص انا هشوف الانديه الثانيه. قال لي خلاص يا شريف انا هشوف مع المدير الفني، كان ساعتها مانويل جوزيه 2009 2010 بس. تمام ما الكابتن ما رجعليش، فكلمته تاني قلت له يا كابتن الوضع كذا، قال لي قلت له الوضع ايه، قال لي والله شريف انا كلمت مع مانويل جوزيه وهو قال لي شريف بقى له فتره ما بيلعبش فانا محتاج جون جاهز. قلت له تمام كابتن مش مشكله. السنه دي الاهلي كان بيلعب فيها بطوله افريقيا كونفدراليه، اللي كسب 3 في مصر وخسر 3 بره وخرج بضربات الجزاء، وساعتها مانويل جوزيه راح على منتخب انجولا عشان يمسكه في بطوله 2010. راح انا في الفتره دي كلمني انديه كتير جدا، بس طبعا انا كان بالنسبه لي انا بعيد خالص عن الدوري المصري.
طبعا شايف ان في فرق مرتبات مرعب، بس انا ساعتها انا كنت عارف مش عبيط انا اللي هو انا راجع هاخد فلوس اللي باخدها في هولندا اخدها، لا فبالنسبه لي كان تمام. فبالصدفه البحته كابتن اسماعيل يوسف كان مدربي في منتخب الشباب مساعد لكابتن حسن شحاته، وانا كنت بكلمه وانا في هولندا على طول، كان ماسك الجونه وصعد تمام. فكلمته ابارك له والله العظيم، كنت خارج من دكتوره الاطفال مع بالظبط كده، كلمت له بكلمه بارك له، قال لي وحشتني اخبارك ايه ومش عارف ايه، قلت له تمام يا كابتن الحمد لله. بس قال لي هتعمل ايه؟ قلت له يا كابتن انا غالبا مش هرجع يعني. قال لي طب ما تيجي تلعب عندي. قلت له العب عندك فين؟ قال لي في الجونه. قلت له انت بتهزر يا كابتن؟ كان الجونه اول مره يصعد، اول مره يصعد، بس قال لي تعالى بس، وكان الجونه لسه مش زي الجونه دلوقتي، كان بتكلم بقى ايه كريزورت، ما كانت الجونه لسه طالعه، بس كانت حلوه برضه، كانت خطيره، ما كنتش الصراحه بقى بص ده في حته ثانيه خالص. فقال لي خليك معايا، خلي بالك برضه انا يعني هي ما كانش عندي لسه يعني هي دلوقتي اخطر عليك من زمان. لا دلوقتي خلي بالك شريف دلوقتي عامل دايت ومظبط وحته ثانيه خالص، وعمالين خلي بالك انتوا ما بيروحش الجونه، عمالين توازوني في حتت. ما هو انت خلي بالك عشان كده هو ممنوع يروح الجونه، انما انا سايب الدنيا. لا بس عايز اقول لك على حاجه، وشريف بقى يقول لي صح ولا غلط عشان نقف عند الحته دي. وانت انا عارف ان انت مراتك نيوتريشن سبيشالست يعني صح، يعني متخصصه في التغذيه يعني صح كده مظبوط، هي سبب في اللي بيحصل ده اكيد. لا هي ما بتسيبنيش بالتبس، خلي بالك انا برضو شخصيه هي عارفاني كويس جدا، وعارفه ان انا شخص قناعاتي ستابرن ودماغي ناشفه وانا خلي بالك اصل انا بقالي عارف اللي يقول لك اسال المجرب المريض وما يسالش الطبيب. انا بالنسبه لي انا ماشي بقالي 10 15 سنه بسيستم معين، في حاجات منطقيه علميه وفي حاجات متخلفه مالهاش اي علاقه بالمنطق، فاهم، ولا العلم ولا اي حاجه، بس هي بقت جزء منك، عادات نفسيه بقت جزء منك. بحاول ان انا اغيرها بس في الاخر فتيجي مثلا تقول لي تبص لي كده انت بتعمل ايه؟ انت ايه اللي انت لابسه تتمرن بيه ده؟ انا خلي بالك بتمرن بحاجات تقيله، انا متعود يعني الله يمسيه بالخير ابويا، انا دي خدتها منه مش عارف اغيرها، بيتمرن بجواكت في عز الحر. لا اسمها العفريته اللي جوه. لا ده بس انا بتمرن بنص عفريته وبروح بيها الجيم وبيبقى شكلي صعب جدا وبحرق وبقرف الناس اللي حواليا، بس في الاخر بحاول باخد معايا فوط وبتاع. تقول لي يا ابني غلط، يا ابني انا خايف عليه، يا ابني مش عارف ايه، بس هي عامله سيت اب اندايركت في البيت، ما في كل الاكل اللي بيخش البيت اكل عارفه. برافو عليك، شوف هي عارفه هي بتعمل ايه. لا هي عارفه ازاي بتحركني من غير ما احس ان انا خلي بالك لو راح الجونه كتير هتغير الاكل اللي بيدخل البيت. خلي بالك ان كل ست بتشوف عيب جوزها فين وتدرسه، يعني مرات شريف شافت ان هي ممكن تساعده في الحته دي فدرست. انا عشان كده يسرا راحت درست سايكولوجي. ايوه صح ايوه صح طيب انت بقى دلوقتي موضوع الاهلي والزمالك ده انت شايف الماتش اللي جاي ازاي؟ بص انا شايف ان السؤال ده بقى يروح لميدو عشان هو بالعكس ميدو قاعد معاه، ميدو انا بقول رايي كلهم في التلفزيون. لا بص خلي بالك انا في ميزه خلي بالك ميدو بقاله كتير قوي بيحلل فانا لو رحت ميدو اقعد يحلل الماتش وبتاع، هو الراجل اللي هيحلل الماتش كده مسافر يحلل الماتش وكل حاجه. خلي بالك انا ما عنديش مشكله، ما عنديش اي حرج ان انا اتكلم فيها، الحاجه الوحيده بس الادبيه اللي تمنعني ان انا دلوقتي بلعب في نادي منافس للاهلي والزمالك. ايوه فاهم، فيعني هيبقى حاسس انها ادبيا ما يصحش ان انا اتكلم واحلل الماتش تاني، وانا دلوقتي على ممكن العب فرقه من الفرقتين دول كمان. انا بقول لكش حل الماتش، انا بقول لك انت شايف وضع الفرقتين ايه دلوقتي. لا انا شايف ان شاء الله يبقى ماتش هيتلعب في السعوديه بجمهور، يبقى في احتفاليه كويسه. انا اتمنى ان الماتش يطلع. احنا في بودكاست يا شريف مش في التلفزيون. لا ما انا عارف، ما خلي بالك الكلام ده اسطمبه كده محفوظ. ايوه